السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الآثار التي تشاهدونها أمامكم هي بقايا مدينة لينة أو محافظة لينة أو بلدة لينة، والتي تقع جنوب محافظة رفحة في الحدود الشمالية بتقريبا ما يقارب 100 كيلو. هذه المدينة من أقدم مناطق الشمال تقريبا، واسمها لينة مأخوذ من الشجر أو النخل، واللين هو نوع من التمر. وقال ابن جرير هو جميع النخل. في سورة الحشر يقول الله سبحانه وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. تعد لينة التاريخية من كنوز الوطن المعطاء، وتقع جنوب رفحة بنحو 100 كيلومتر، وتحتفظ بأثار ورموز أجيال سلفت من مباني وأبراج وأسوار تاريخية كما تشاهدون، ظلت صامدة رغم مرور الزمن، تروي للأجيال قصة مرت من هنا. لينة بنيت بالقرب من درب زبيدة التي بنت زوجة الخليفة العباسي هارون الرشيد وحفيدة الخليفة أبو جعفر المنصور لحجاج العراق، والذي يبلغ مسافته 1571 كيلومتر. وتشتهر لينة بعذوبة مياه وآبارها التي تبلغ نحو 300 بئر. يقال إنها حفرت في زمن النبي سليمان ابن داود عليهم السلام بفعل الجن. وفي هذه المدينة التي تشاهدونها الآن، والتي تدل أنها كانت مدينة مكتظة بالسكان في منتصف هذه الجزيرة العربية، تعتبر التقاء لتجار نجد وتجار العراق، فكان فيها هذه البلدة سوق زاخر ووفير. كما نشاهد هذه اللقطات من هذه المباني المتهالكة التي انتهت، والتي تروي لنا عن زمن عاش فيه أجيال، وخرج منه أجيال، وظهر فيه أجيال، لكل جيل منهم قصة تروى أو مسحت من الذاكرة. سبحان الله، انظروا إلى هذا البناء وكيف تم تشييده وكيف تم عمارته، وإلى هذا السوق الذي تشاهدونه الآن. هو سوق من أقدم الأسواق في المنطقة الشمالية، أنشئ عام 1352 هجرية، ويمتد على مساحة 5000 متر، ويضم 80 محل تجاري. هذه الأسواق كانت تسمى بأسواق المشاهدة نسبة إلى تجار العراق المشاهدة، واحدهم المشهدي، كانوا يحضرون من العراق ليبيعون أو يتبادلون التجارة مع تجار نجد، وكانوا يلتقون في هذه المناطق وفي هذه المنطقة تحديدا. وكما نشاهد هذه الأسواق اعتبرت الآن من الآثار التاريخية لهذه المدينة، والتي تحكي لنا زمنا مر في هذا الوطن المعطاء. انظروا إلى هذه المنطقة وإلى هذه المناظر، الله أكبر. لينة هذه المدينة التي أدهشتني بصراحة بتصميمها وبإرثها وبتاريخها. هذه المدينة التي كانت متراصة وقريبة من بعضها البعض كبنيان، يدل على أنها كانت حاضرة وكبيرة جدا.
الله أكبر. انظروا إلى المباني وإلى صغر الغرف وصغر الأماكن وصغر الليوان، وكيف طريقة التصميم وكيف طريقة البنيان. هذه البيوت كانوا يسكنها كبار القوم، من تجار القوم، من علية القوم. هذه كانت مبانيهم، وكانوا يعيشون فيها ويتربون فيها ويخرجون منها ويعودون إليها. هذه الحقبة الزمنية التي مضت والتي يجب أن نعتبر بها ونحمد الله على ما نحن فيه الآن. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أكبر. هذه الأطلال أطلال حوت الكثير من الذكريات والقصص. نعم. هنا بداية هذا السوق التي كنت تكلمت عنه قبل قليل، وهو سوق المشاهدة. انظروا إلى البنيان كيف بني، وإلى هذه القلاع، وإلى هذه الحصون، وإلى هذه الأبراج. انظروا إلى هذه المحلات المتراصفة كيف متراصة بجانب البعض بشكل حضاري جميل. انظروا إلى أرضية هذه الساحة، أرضية مرصوفة بالحصى بطريقة هندسية جميلة. هذه المحلات التي كانت مكتظة بالسكان. انظروا إلى هذه الحجارة وهذه الأرض. انظروا إلى صغر المحلات. الله أكبر. هذه الفتحات التي شاهدها محلات صغيرة كمخازن، تعتبر كمخازن أو تستعمل كمخازن، تسمى بالسيابيط. فهي مخازن جميلة جدا للأغذية، تجلس فترة زمنية طويلة تحفظها من الرطوبة. وانظر إلى هذا البنان كيف تم بناءه من الطين واللبن والزت أو التبن، وهذه الأرضية من الصبة، وهذه الأعمدة للسقف. جميلة هذه المناظر، جميلة هذه المناطق، ممتعة هذه المدينة التي تنقلك بحق إلى زمن لم نعيشه نحن، ولكن ما زالت ذكرياته قائمة. هذا هو السوق، وهذه ساحاته، وهذه مبانيه صامدة رغم من مرور الزمن، لتروي للأجيال قصص جميلة، قصص حدثت في هذا المكان فيها الكثير من الأمور الجميلة والسيئة على حد سواء. الله أكبر. شوف إلى صفات هذه المحلات، وهي محلات كبيرة كما قلنا، تضم 80 محل تجاري. هذه المنطقة تضم ما يقارب 80 محلا تجاريا. اجتمع الناس هنا يتبادلون البيع والشراء، كل باختصاصه وكل بعمله وكل بطريقته. هذه الشوارع التي كانت تمر فيها القوافل وتمر فيها الأوادم ما زالت أيضا تذكرنا بذلك الماضي الجميل. في هذه المدينة الأثرية التاريخية أيضا ذكريات في كل مكان وفي كل زاوية وفي كل بقعة. جميل هذه البلاد، جميلة جدا أن نتجول بين أرجائها. الله أكبر. يا الله. شوف هذا بعد التطور، بعد الطين أتت هذه المباني. هذه عاصرناها نحن. نعم، هذه الأبواب الحديد وهذه المزاريب الحديد.
شاهدة على زمن عشناه من 50 سنة تقريبا، وتلك الآثار الطينية أكثر من هذا الوقت بزمان، يمكن يتعدى 30 أو 80 سنة. هذا القصر الذي تشاهدونه أبو النخيل، هذا هو قصر الملك المؤسس الملك عبد العزيز طيب الله ثراه رحمه الله. هذا القصر بناه في بداية سنوات توحيده لبلاده عام تقريبا 1354 للهجرة، ويبلغ مساحته أكثر من 4000 متر مربع، وفيه 4 أبراج دائرية كما تشاهدون للمراقبة والحراسة، وبني من الطين واللبن والحجارة. وهذه البوابة القديمة الخشبية كانت تعبر من خلالها الضيوف والزوار والقادمين للسلام على الملك رحمه الله. الله أكبر الله أكبر. هذه المبنى يضم 52 غرفة، 52 غرفة تحوي غرف للملك